هذه القضية الأخيرة راه غير تضيعوا وقتهم هذوك، راه غير تضيعوا وقتهم، لأن حنا فاهمين وعارفين شنو كيعني جلالة الملك. جلالة الملك الإخوان جا قبل الدستور، راه جا هذه 4 القرون. النهار اللي هذه الأسرة العلوية تولات الرئاسة ديال هذه البلاد بلا دستور، بلا حقوق الإنسان، بلا حتى شي حاجة، بالبيعة. وهذه البيعة راه ما زالت موجودة، وهي موجودة في المرجعية الإسلامية التي نعتز نحن بالانتماء إليها أولا وقبل كل شيء، وعلاقتنا معها مبنية أولا وقبل كل شيء على هذا الشيء. وهذه العلاقة هذه هي واحد العلاقة اللي محكومة بالمنطق ديال المرجعية الإسلامية، اللي مبني على النصح، مبني على النصح، مبني على السمع والطاعة، لأن الله هو اللي قال لنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو اللي قالها لنا. ولكن كذلك الطاعة في المعروف. ولهذا هذه المحاولات كلها هي اللي كيديروا باش يشوشوا بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى، لأن جلالة الملك هو ما غيفرطش في الدين، وحنا ما غنفرطوش في جلالة الملك، لأنه هو أمير المؤمنين، وهو الذي قال لا أنه بصفة المؤمنين أن يكون حلال هذه المحاولات يعني شي مرة يلقاو شي عبارة في شي بلاغ ديالنا إلى آخره يكبروا، ولكن راه حنايا عاوتاني أبناء القرن 21 اليوم، وراه كاين بيننا وبين الدولة دستور، والدستور فيه الوضوح الكافي، فهمتيني ولا؟ في نفس الوقت اللي حنا متمسكين بالحقوق ديالنا اللي كاينة في الدستور، في نفس الوقت نحن على ولائنا لجلالة الملك.